السلام عليكم. ده الفيديو التعريفي بكورس داتا ستراكشر ديكود. هيبقى فيديو سريع هنعرف منه بالظبط ايه الكورس بيتكلم عن ايه بسرعه، والكورس ده موجه لمين وهتطلع منه بايه بالظبط، وطبعا اهم حاجه متطلبات الكورس. الكورس ده هيبقى متاح على cloudnativebasecamp.com. دي بلاتفورم او منصه لكورسات السوفت وير انجينيرنج والديف اوبس. طيب اول حاجه اسم الكورس داتا ستراكشرز ديكود او فك شفرة هياكل البيانات. فك شفرة ده اسم مقصود وبيعبر فعلا عن طريقة الشرح بتاعة الكورس. طيب نبدأ أول حاجة كده بالكورس ده موجه لمين؟ الكورس ده موجه للطلبة من ثانوي وحتى البكالوريوس، الجونيور ديفلوبرز، سينيور ديفلوبرز، والشباب اللي بتعمل شيفت كارير، واي حد عايز يتعلم سوفت وير انجينيرنج ومتطلبات الكورس دي جاهزة عنده. الموضوع مش اكسكلوسيف على حد معين او فئة معينة، كل الحكاية انك تكون قادر على متطلبات هذا الكورس. لكن خلينا نقول هو هيفيد مين؟ هو هيفيد الفئات اللي انا كاتبها دي اكتر فئات ممكن تستفاد من هذا الكورس. ايه اللي المفروض تبقى عارفه كويس قبل ما تبدا الكورس او متطلبات الكورس؟ عندنا اهم حاجه وعلى راس القائمه لازم تكون متعلم لغه برمجه واحده بشكل كويس. هو اي نعم احنا دايما بنقول ان لغه البرمجه مش مرتبطه بالديتا ستراكشر، بس ده معناه ان اي لغه برمجه ينفع تطبق بيها الداتا ستراكشرز. في الاخر كل اللي احنا بنعمله ده عشان نكتب كود، في الاخر احنا لازم هنبرمج. يعني الداتا ستراكشرز من غير كودنج في الاخر فهي كلام، فتنفيذ هذا الكلام عن طريق لغه برمجه. لكن اي لغه برمجه، فانت لازم تكون عارف اي لغه برمجه عشان تيجي تطبق الكلام اللي هنقوله. الحاجه الثانيه بعد لغه البرمجه هي الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. طبعا البارادايمز بتاعه البروجرامنج مختلفه، عندنا اكتر من نوع، 3 اشهرهم الاستراكشرال والاوبجكت اورينتد والفانكشنال. احنا غالبا بنشتغل اوبجكت اورينتد. تطبيق الداتا ستراكشرز هنا هيبقى بالاوبجكت اورينتد، فانت لازم تكون فاهم اوبجكت اورينتد. هنعمل كلاسز، هنعمل منها اوبجكت، هنعمل انستنس، هنعمل امبلمنتيشن لحاجه جوه الكلاس، تبقى فاهم اللي احنا بنتكلم فيه ده. هتخرج من الكورس ده بايه بالظبط؟ اول حاجه هتبقى كتبت داتا ستراكشرز بايدك، كتبتها بايدك، عملت جزء منها، يعني عملت الاساس بتاعه وعملت شويه اوبريشنز. مش هنعملها كلها لان الاوبريشنز بتبقى شبه لا نهائيه، لكن في بعض الاوبريشنز شبه اللي هي البيزكس او الاساسيه، هي دي اللي هنعملها مع بعض بايدينا، هتكتبها بايدك. فاهم انواع الداتا ستراكشرز المختلفه. داتا ستراكشرز انواع، هتبقى فاهم كل نوع منهم بيتكلم في ايه بالظبط، او بيأدي بشكل افضل في ايه ومن انهي ناحيه، هتعرف الفرق بين كل واحد والتاني. فاهم بقى اصلا يعني ايه داتا ستراكشرز، ودي برضو حاجه لازم نركز عليها. مش مجرد هنعمل داتا ستراكشرز ونفهم انواعهم، لا، هم ايه اصلا داتا ستراكشرز، يعني دي حاجه لازم نفهمها. وفهم كمان يعني ايه داتا. اوكي الداتا ستراكشرز والكلام ده كله جميل، لكن اصلا الداتا هي عباره عن ايه بالظبط. وننزل تحت كمان بقى ونفهم الميموري بتتعامل مع الداتا اصلا ازاي، ودي حاجه مهمه. الستاك اللي قدامنا دي، اللاينز اللي مكتوبه دي كلها، لما بتتعلم الحاجات دي كلها انت بتبقى لامم الموضوع من كل الجوانب بتاعته. حتى الداتا ستراكشرز اللي انت مش هتتعلمها، اللي انت هتقرر لا انا مش هاجي ناحيتها، انا مش هتعلمها، انا مش هستخدمها، هيبقى عن علم. هتبقى فاهم بالظبط حدود المنطقه بتاعت الداتا ستراكشرز وبتاعت الداتا كلها على بعض، فاهم انت بتسيب ايه وبتتعلم ايه وبتستخدم ايه وما بتستخدمش ايه. وهو ده اللاين الاخير اللي ظهر ده، تقدر تحدد وتختار الداتا ستراكشر المناسب لكل كود بتكتبه. كل فانكشن بتكتبها لو احتجت تستخدم داتا ستراكشر، فانت هتعرف تختار الداتا ستراكشر المناسب. والاهم من ده كله هتخرج فعلا مقتنع وشايف بنفسك وعارف كويس قوي ان الداتا ستراكشر مش مرتبطه بلغه برمجه. معلش انا بستريس على الموضوع ده كتير، لان انا اتفاجئت ان الموضوع ده منتشر بين شباب كتير، ان في لغات معينه هي دي بتاعه الداتا ستراكشرز او بتاعه الالجوريزم. فاحنا لازم نحارب الخرافه دي، ونحاربها مش بالكلام، لا بالعمل. بس كده، زي ما قلت لك في الاول، ده هيبقى فيديو سريع، مجرد مقدمه تعريفيه لكورس الداتا ستراكشرز دي كود. يلا بينا نبدا الكورس.